اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. تعالوا بقى نشوف هنعمل القرنبيط بطريقة الطريقة الأصلية بتاعته، طريقة زمان، طريقة حلوة جدا من غير افتكاسات ومن غير أي حاجة. القرنبيط من الأكلات المفيدة بجد، الأكلات اللي بتدي طاقة وباور كده في الشتاء، حلوة جدا. الأكلات الشتوية والخضار في الشتاء بجد بيكون حلو جدا وبيكون مفيد كمان. تعالوا نشوف هنعمله بطريقة تكون كويسة، هتعجبنا كلنا ان شاء الله وتناسب الجميع. معايا واحدة قرنبيطة متوسطة، قطعتها بالشكل ده زي ما انتوا شايفين، ومعايا في نفس الوقت مية على النار. هسيب المية بقى تغلي كأننا هنسلق كرنب بالظبط نفس الطريقة. حطيت معلقة كمون حصى او ناعم عادي مش مشكلة، بس هي مهمة جدا. وكمان حطيت المية الملح حسب الرغبة، ظبطت الملح زي ما احنا. هسيبهم بقى على النار، هسويهم نص سوا. انا مش هسوي القرنبيط سوا كامل، على حسب لو هعمله عجة هسويه سوا كامل، بس انا مش هعمله عجة، انا هحمره وعايزاه يكون ماسك نفسه معايا. فبالطريقة دي هسويه نص سوا، وبعد ما اطلعه من المية السخنة على طول هحطه تحت الحنفية او انزله في مية ساقعة على طول. بس دلوقتي الجو حلو، مش محتاجين ان احنا نحطه في مية ساقعة ولا حاجة، لان المية كده كده نازلة ساقعة. فالمهم ان انا ابرده على طول عشان ما يتهريش مني. ومعايا حزمة خضرة مشكلة، هغسلها وانشفها، اهم حاجة تنشف عشان مش عايز اي سوائل تنزل في الخلطة اللي انا بعملها. وهقطعها ناعم، هخليها ناعمة، هقطعها يعني ممكن بمقص او بسكينة زي ما شايفين معايا، وهقطعها ناعمة قوي. وبعد كده معايا راس تومة مع قرنين فلفل، او الفلفل حسب الرغبة، حامي بارد زي ما احنا عايزين. كده كده هنحط شطة مع بعض في الاخر. هفرمها كويس قوي، وكل حاجة عايزة انعمها خليها ناعمة، هفرم كله في الكبة، بس مش هحط الخضرة. بحس ان الخضرة لما بحطها في الكبة بتنزل ميتها، لا انا عايزاها متماسكة وماسكة نفسها، عايزة شكلها برضو يكون ايه، باين كده في الخلطة، يكون شكلها حلو. انا هنا بعمل بتنجان مخلل جنب القرنبيط، بيبقى حلو جدا جنبيه. بطاطس صوابع، وكانت اكله جميله جدا. شكلوها كده وحبشوها، وان شاء الله هتعجبكم. تعالوا بقى نشوف الخلطه الجميله دي. هنبدا نعمل الخلطه. جبت التوم اللي انا فرمته في الاول خالص، حطيته التوم مع الفلفل، حطيته على طول، وهنزل عليه بمعلقه كركم صغيره، معلقه توم صغيره، معلقه فلفل اسمر صغيره، معلقه كزبره. مهم جدا الكركم والثوم والكزبره والفلفل الاسمر، عاملين تيست حلو قوي بجد والله. الكركم وظيفته هو معزز معانا الطعم واللون كمان، انا حطاه عشان خاطر اللون بصراحه، هيساعد مع البيض شويه. وحطيت معلقه هريسه اختياري، الثوم كزبره فلفل اسمر ملح حسب الرغبه، الكركم فقط لا غير. وحطيت معلقه هريسه على الثوم بتاعنا، وحطيت 3 بيضات قلبتهم كويس قوي، وحطيت شويه خضره كده حلوين. الخضرة بتدي ريحة وطعم في الخلطة بتاعتنا جميلة جدا بصراحة. وهقلبهم بقى وهركنهم. وتعالوا عشان خاطر نضاعف الكمية، لان احنا حاطين بيض قليل، فهنعمل ايه، هنحاول نزود كمية الخلطة عشان تكون رابطة معانا. هنحط لها بقى الخلطة دي عشان خاطر تكون رابطة معانا وتكون متماسكة، علشان خاطر احنا حاطين 3 بيضات بس. معايا كوباية دقيق، وهنزل عليها بكوباية الا ربع مية، كوباية دقيق كوباية الا ربع مية، شوية ملح، وسنة بيكنج باودر مش كتير، سنة كده على حرف المعلقة مش كتير، اختياري. ممكن ما نحطش البيكنج باودر، بس هو بينفش الخلطة معايا. كوباية دقيق عليها كوباية الا ربع مية، شوية ملح. مش هنزل بالمية كلها مرة واحدة، انا هنزل بالتدريج على حسب القوام اللي انا عايزه، اللي انا عايزاه خلاص على كده. يعني مش هنزل بالمية كلها، لان مش كل الدقيق زي بعضه، مش كل انواع الدقيق زي بعضها. الخطوة دي مهمة جدا، هتضاعف معايا الكمية. وممكن استغنى عن البيض، يعني ممكن اعمل كل الخطوات دي واشيل البيض عادي، ممكن احط بيضة واحدة ممكن كطعم. البيض بيبقى مهم جدا، بس انا مش عايزة اعمله من غير بيض خالص، هشيل
اعمل خطوة الدقيق دي مهمة جدا عشان خاطر تربط معايا الخلطة. واشيل ايه، هشيل البيض خالص. انا هقليه هنا بطريقتين. شايفين انا القرنبيط انا سلقته نص سوا زي ما قلت لكم، وهنزل بقى فيه في الخلطة. انا يعني هقليه بطريقتين، طريقة من غير ما اقلبه في الدقيق خالص، ودي الطريقة المفضلة عندي بالنسبة لي، وطريقة حطيت شوية دقيق اهوت على جنب، هطلعه من الخلطة واقلبه في الدقيق زي ما بنتعامل مع السمك. هديله تقليبة كده ايه في الدقيق، بس يعني بيكون احسن، والله احسن اللي هو من غير ما نحطه في الدقيق اصلا. حطيت الزيت بقى، قبل ما الزيت يسخن هكون احضر البتنجان بتاعي على طول، وقليته. انا كده قليت اول شويه، وقلت هوريكم بقى اللي هو اللي هو في الدقيق. اللي هو في الدقيق ما عجبنيش اكتر من اللي هو العادي، بس هو بيبقى مقرمش جدا. يعني عايزينه اللي هو مقرمش كده والقرمشه بتاعته تكون واضحه، طلعوه من الخلطه حطوه في الدقيق. طب مش عايزين بقى نزود كميه الدقيق، بكفايه علينا اللي احنا حاطينه كده كده في قلب الخلطه. مش مهم الطريقه دي خالص، هنعديها كده وهنعملها بالطريقه الاولانيه اللي احنا ناخدها من الخلطه نحطها في الزيت على طول. طريقة حلوة جدا والله وجميلة، ودي الطريقة الأساسية. بس دلوقتي لا عايزين مقرمش كده شوية معانا، نحطه في الدقيق عادي مش مشكلة. وهنا كان شكله، دي الطريقة الأولانية. الطريقة الأولانية اللي هو بدون ما أقلبه في دقيق. شايفين شكله ولونه عامل ازاي وقوامه، والله حلو. ان انا خدته من الخلطة حطيته في زيت سخن على طول. اهم حاجة يكون الزيت سخن عشان ما يشربش معانا زيت كتير. شكله حلو، مش محتاج. شكله طلع احلى من اللي انا عاملاه، اللي انا قلبته بدقيق كمان. آه بجد كانت غدوة حلوة جدا. الطريقة سهلة مش صعبة، الطريقة الأصلية زي ما احنا عارفين. كل حاجة ليها أساس، كل حاجة ليها أسس كده معمولة. حاجات قديمة وحاجات زمان. دلوقتي احنا بنحاول نفتكس، بنحاول نغير، نحاول نشكل، بس برضو هنلف ونرجع للأصل. الأصل الحاجة، أصل الأكلة، أصل أكلة القرنبيط هي دي. معاها عملت جنبها بطاطس محمرة صوابع، ممكن نعمل جنبها أي حاجة. سلطة خضراء بتكون حلوة كده، جرجير. طبق بتنجان محترم زي اللي انا عاملاه ده، ان شاء الله هنزله في فيديو لوحديه. عملت البتنجان كمان في القلاية الهوائية بدون زيت، ما حبيتش اغامر واجرب القرنبيط بصراحة مرة تانية، هجربه كده مع نفسي. وكانت اكلة حلوة جدا. جنبها طبعا عيش بلدي، لازم عيش بلدي. وغدوة موفرة، يعني مهما هتقولولي هي موفرة. هتعملوا غدا هيمشي غدا، يمشي عشا معانا. أكلة بتدي باور، بتدي طاقة وباور، دي أهم حاجة. الجو بدأ يسقع بصراحة. شايفين البتنجان شكله بقى حلو ازاي، وعاملاه بخلطة جميلة. يعني عاملاه بخلطة بصراحة، ان شاء الله هنزله فيديو لوحده. تعالوا بقى نشوف، نعمل سندوتش حلو كده، وتعالوا نشوف القرنبيط الجامد اللي احنا عاملينه ده. حتى لو يوم في الاسبوع كده هتعملوا، هتخلوا يوم كده اقتصدوا فيه ووفروا فيه على قد ما تقدروا. أكلة شعبية كلها فيتامينات، والله العظيم كلها زي ما شايفين معانا. حاجة كده مفيش أحسن ولا أحسن، ولا مفيش أحلى ولا أحسن من كده. بألف هنا وشفا.